هذه الندوة في إطار الشراكة بين هيئة محامين بطنجة والمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وودادية موظفين بهذه المدينة اللي هي القصر الكبير حول موضوع قراءات في تطبيق قانون تطبيق ديال العقوبات البديلة. هذا القانون هذا كيف ظهر إلى الوجود نظرا للمشرع لاحظ على أن هناك اكتظاظ في السجون يوصل 75 سجن في ربوع المملكة، والذي كيضم أكثر من 110 ديال السجين. الشيء هذا أقلق المشرع، فبادر إلى تطبيق هذا إلى سن القانون ديال العقوبات البديلة. لكن كيفية التطبيق ديالو هو الذي قد يحدث مجموعة ديال الصعوبات، من بينها على أن هذا التطبيق هذا خصص له أو بمعنى أنه خصص له قاضي تطبيق العقوبات. قاضي تطبيق العقوبات هو الذي سيسار على تطبيق العقوبات البديلة. القانون نص على مجموعة من العقوبات البديلة، من بينها أولا هي الخدمة في المجتمع، بمعنى على أن السجين قد تبدل العقوبة الحبسية المتبقى في خدمة المنفعة العامة. المسألة الثانية هي تقييد بعض الحقوق المعينة، كتمثل مثلا إما في منعه من بعض ديال الحقوق، التحرك الحرية. المسألة الثالثة هو الصور، وضع واحد الصور. هذا الصور هذا الذي سيقيد الحركة ديال هذا السجن، إضافة إلى واحد المقتضى اللي هو مقتضى مهم، هو عدم اتصال بعائلة الضحية أو بالضحية حفاظا على الشعور ديال الضحية. هذا القانون كما هو معلوم على أنه سيطبق على العقوبات الجنحية وليست على العقوبات الجنائية، بمعنى على العقوبات التي لا تتجاوز 5 سنوات، بمعنى على أن العقوبات الجنائية وهي العقوبات الخطيرة، مثلا بعض العقوبات الخطيرة التي لها تأثير على الأمن العام وعلى النظام العام لا يمكن أن يطبق عليها هذه العقوبات البديلة. العقوبات أو الجرائم التي تمس القصيرين، هكذا العرض ديال القصيرين، مثلا العقوبات جرائم ديال الأموال، جرائم ديال القتل والمخدرات التي يمكن التي تتجاوز فيها العقوبة الحبسية 5 سنوات، وهي الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. لذلك على أن التطبيق ديال القانون ديال التدابير ديال العقوبات البديلة سيلقى استحسانا سواء من طرف أهالي ديال السجناء الذين ينتظرونه بشغف لكونها على أنه تم سنه كنوع من التخفيف، وتم السن ديال هذا القانون هذا في تاريخ 22/8/2024، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 78/24، والمزمع تطبيق هذا القانون هذا بتاريخ 22/8/2025. لذلك على أن الجميع ينتظر هذا القانون، تفعيل هذا القانون، وما يبقى إلا على أن التطبيق ديالو يلقى استحسانا كبيرا من طرف الجميع، سواء فيما يخص الجانب ديال الحكومة وهو تقليل الاكتظاظ، وفي جانب الأهالي على أن التخفيف عليهم، والكل سينتظر هذا التطبيق. وشكرا. أعتقد أن اليوم هذا اليوم الدراسي الممتع الذي مر في رحاب المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من تنظيم هيئة المحامين بطنجة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في شخص رئيسها ووكيل الملك بها، وبشراكة كذلك مع ودادية موظفي العدل. كان هذا اليوم بطبيعة الحال قصد تدارس موضوع
له راهنيته، موضوع قانوني هو مستجد في التشريعات الوطنية، وبمثابة مولود تشريعي جديد ازدانت به الترسانة القانونية التشريعية، وملامسته واستقراءه تدل على حمولة أو زخم كبير من يحمل في طياته أبعادا حقوقية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية، بل وإنسانية. بطبيعة الحال هذا التشعب وهذا التنوع يقابله في ذات الآن تنوع من حيث المتدخلين ومن حيث الفاعلين، ومما يستوجب تضافر كل الجهود قصد التنزيل الصائب والسليم لمقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي سيشكل بطبيعة الحال خطوة مهمة للتماشي والتماهي مع المواثيق الدولية ومع المبادئ الكونية التي تعطي الحق للإنسان في الاندماج وفي إعادة الإصلاح وفي التقويم والتأهيل. وهذه هي الفلسفة التي أعتقدها قد تم تبنيها من خلال هذا التشريع. بطبيعة الحال النشاط اليوم أو هذا اللقاء كان ناجحا بفضل التدخلات المتنوعة، بفضل الانسجام والتفاعل ديال الحضور، وبالتالي أعتقد أنه سيخرج بتوصيات مهمة في هذا المجال، وسيكون له أثر في الوسط القصر الكبير بطبيعة الحال وهيئة طنجة ومدينة طنجة كذلك. نتمنى التوفيق للهيئة المنظمة، ونتمنى التوفيق كذلك لهذا التشريع، وأن يكون فعلا أثناء تنزيله محققا للغايات الفضلى والمثلى التي توخاها المشرع منه، وينتظرها المتقاضي العادي، ينتظرها المحامي، ينتظرها الحقوقي، وينتظرها أي إنسان له رغبة في أن يكون القانون ذا طابع إنساني اجتماعي. وشكرا للجميع.